بيبدأ فيلم ذا بون سناتشر بمجموعة علماء في صحراء أفريقيا وبيكونوا جايين يفحصوا المكان هنا، فبيكتشفوا إن في حاجة غريبة تحت الصحراء دي وبيفتكروا إنها فتحات لبركان قديم، فبيركبوا العربية وبيتحركوا ناحية التردد اللي لقوه. وعند نقطة معينة بيبدأ العلماء التلاتة يحفروا، بس الصدمة إن في كائن غريب بيظهر وبيهجم عليهم بكل قوته. وتاني يوم بنشوف عالم جيولوجيا بيكون اسمه زاك، وبتبقى كل مهمته هي تحليل الأراضي واختبار الزلزال. فبيجيله المدير بتاعه وبيقوله إن في موقع جديد هيروح يفحصه، فبيركب زاك وبيسافر لصحراء أفريقيا وبينزل في حتة كده معينة وبيتفاجئ إن مفيش غير راجل عجوز في المنطقة كلها، فبيديله العجوز حباية مسكنة للألم وبيقوله إنها قوية جدا. وبعدها بتوصل العربية اللي هتاخد زاك للموقع، وبيكون اللي بيسوقها اسمه كارل، وبياخدوا بيتحركوا للقاعدة بتاعتهم. فبيدخل زاك يعرفهم بنفسه وإنه جاي عشان يقيم الموقع سي، فبتقابله بنت بيكون اسمها ميكي وبتاخد كل بياناته. وبعدها بيتخانق كارل مع واحد من الموظفين، وده لأنه بيرخم على ميكي، ودي كانت حبيبة كارل القديمة. فبتطلع ميكي مع زاك وبتقوله إنهم هيوصلوا عربية وقود للموقع سي، بس قبلها يبصوا على زمايلهم اللي خرجوا من امبارح وما رجعوش. وجزء من اللي شغالين بيتحركوا سوا، وبيكون معاهم سواقة اسمها ماجدة وكمان شخص اسمه تيتوس. وده بيقابله راجل غريب وبيفضل يعمل طقوس مش مفهومة لحد ما بيطلع سلسلة بشكل تمثال وبيديها لتيتوس وبيمشي. وبتبدأ رحلة زاك لحاجة عمره ما كان يتخيلها. وأول ما بيقربوا من موقع زمايلهم بيلاقوا جثث اتنين منهم على الأرض، بس المشكلة إنهم ماتوا بطريقة غريبة جدا وكأن حد شال اللحم من العظم. وبيقدروا يحددوا هويتهم عن طريق الأدوات اللي معاهم، وبيغضب كارل جدا لأن واحد منهم يبقى صاحبه المقرب. فبتقترح ميكي يبلغوا الشرطة، بس كارل بيرفض وبيقول لها إن فاضل واحد مفقود، وبيشك إن هو اللي عمل في الاتنين كده. بس فجأة بينده عليهم تيتوس لأنه شاف آثار أقدام الناحية التانية، فبيمشوا ورا الآثار دي شوية لحد ما بيتفاجئ تيتوس إن أول ما مشوا شافوا آثار شخص واحد ودلوقتي بقوا اتنين. والأغرب من كده إن آثار الأقدام دي بتمتد لمسافة طويلة لدرجة إنهم بيمشوا وراها بالعربية لحد ما بيوصلوا لمكان فيه تماثيل قديمة. فبيتصدم تيتوس ساعتها من شكل التمثال لأنه زي السلسلة اللي الراجل اداهاله. فبيكملوا طريقهم ورا آثار الأقدام، وفعلا بيفضلوا ماشيين لحد ما بيلاقوا جثتين. فبيتصدم كارل لأن صاحبهم مش معقول يكون مشي كل ده وجه مات هنا بالطريقة دي، وخصوصا إنها مسافة 9 ساعات مشي. فبيبص واحد فيهم اسمه كيرت وبيقدر يتأكد إنه صاحبهم فعلا لأنه كان عامل عملية في رجله. فبيتعصب كارل أكتر وبيقرر يطارد اللي عمل كده، لكن ميكي بتبقى رافضة لأن ده مش شغلهم والشرطة لازم تيجي. فبيقرروا يخيموا في المكان ده النهاردة لأن الليل هيدخل عليهم. وبيحلم زاك بكل اللي حصل معاه من ساعة ما جه، وبيبقى حاسس إن في حاجة غلط. فبيفوق وبيطلع يتزحلق على الرمل شوية، فبتشوفوا ميكي وبيقعدوا سوا، وبيعرف منها إن هي وكارل كانوا مرتبطين بس سابوا بعض من فترة. أما زاك فبيبقى مشغول في شغله طول الوقت. وبعد ما ميكي بتقوم بيلقط الجهاز بتاع زاك إشارة قوية جدا، وفجأة بيلاقي كائن غريب قدامه فبيتصدم وبيجري يصحي كل اللي معاه. بس المشكلة إن الكائن بيختفي فجأة، عشان كده كارل مش بيهتم وبيفكره سكران. فبتنور ميكي بالكشاف وبتتصدم إن العظم اختفى فجأة. فبيفكر كارل إن الموضوع ليه علاقة بزاك، لكن بيتعصب زاك من كلامه وبيقوله إن في حاجة غلط في المكان هنا. ورغم إنه عالم ومهمته التحليل، إلا إنه مش لاقي تفسير للي بيحصل. وهنا بيتكلم تيتوس وبيقول لهم إن في أسطورة قديمة بتتكلم عن كائن غامض اسمه توكو، وبيتقال إنه أول حاجة سكنت الصحراء، عشان كده أي حاجة بتدخل منطقته بيمتص الحياة من جسمهم وبيسيبهم عظام فقط لا غير. ولكن مش بيصدق كارل ولا كلمة، وبيطلب منهم يتحركوا للعربية. بس الجهاز بتاع زاك بيشتغل تاني وبيلاقوا فيه آثار أقدام على مسافة قدامهم. فبيطلب كارل من ماجدة يتحركوا وراها، لكنها بترفض لأن الدنيا ليل ومش هتشوف حاجة وهي ماشية، وبتفضل مصممة ما يتحركوش غير الصبح. وفعلا بيستنوا النهار يطلع وبيكملوا طريقهم ورا الآثار اللي بيشوفوها. ولما بينشن كيرت بالقناصة بيتصدم لأنه بيشوف كائن غريب بيتمشى قدامه، فبياخد كارل القناصة وبيديله طلقة فبيتدمر بشكل غريب. ولما بيروحوا بيلاقوا العظم المفقود بس اللي موجود، ومحدش فيهم بيبقى فاهم ايه اللي بيحصل. فبيلم كيرت العظم عشان ياخده في العربية. بعدها زاك
زاك بيسأل تيتوس عن موضوع التوكو ده، فبيقوله إنه لما كان طفل واحد من قبيلته كان بيتمشى وبعدها لقوا جثته مفيهاش لحمة خالص، وده اللي خلاه يفكر إنه نفس الكائن دلوقتي. بس قبل ما يتحركوا بالعربية بتحصل حاجة غريبة وبيطلع شرار بيبوظ السلوك خالص، وبالشكل ده مش هيقدروا يتحركوا من مكانهم وحتى اللاسلكي اللي معاهم مش شغال. فبيفضلوا قاعدين لحد ما بيلاقوا طيارة بتعدي من فوقهم، فبيحاولوا يعملوا أي إشارة لكنه مش بيشوفهم. فبيقلق زاك لأن بقالهم يومين هنا، لكن بتطمنوا ماجدة لأنهم عاملين حسابهم على أي حاجة، وكده كده قاعدة تبعت عربية تدور عليهم. وبعدها بيجهزوا الخيمة والأكل، وبالليل بيحس تيتوس بحركة في المكان، فبيروح يصحي كيرت لكنه بيتصدم إنه بيتاكل قدامه بطريقة بشعة. فبينده على الناس كلها بسرعة عشان يلحقوه، فبيضرب كارل كذا طلقة في جسم كيرت وبتتصاب ايد تيتوس وبتتاكل هي كمان. وفجأة بتخرج كمية كبيرة من النمل من جسم كيرت، وضرب النار مش بيأثر فيهم خالص. فبيرش كارل بنزين عليهم وبيفكر انه يولع فيهم عشان يخلص، بس ماجدة بتمنعه لان العربية مليانة بالبنزين وممكن يموتوا. ولما بيصمم كارل على رأيه بترفع ماجدة السلاح عليه، وفجأة النمل كله بيرجع لوحده. فبيحاولوا يعالجوا تيتوس بالأدوات المتاحة لكنه نزف كتير ومحتاج مستشفى. وبيطلع زاك يرش بنزين حوالين العربية عشان يمنع النمل يقرب لهم، بس بيشوف كارل قدامه ماسك البندقية، وده لأن الكائن الغامض ظهر ورا زاك. بس المشكلة إن كارل لما بيضرب النار الكائن بيتدمر وبيبقى مجموعة كبيرة من النمل، وبسرعة بيرجع لشكل الكائن من تاني. ساعتها بيطلب منه زاك يوقف ضرب نار لأن الكائن خلاص بيتراجع. ولما بيرفض كارل بيدخل الاتنين في خناقة مع بعض لحد ما بتتدخل ميكي وبتوقف كارل، وده لأنهم المفروض يتحالفوا بدل اللي بيعملوه ده، وإلا محدش فيهم هيطلع عليه نهار. فبيفهموا زاك إن ضرب النار مش هينفع مع الكائن، وأكيد في نظام منطقي بيشتغل بيه الكائن الغامض ده. لكن كارل مش بيهتم بسبب موت صاحبه وتعب تيتوس. فبتقرر ماجدة تقعد مع تيتوس، وكارل والباقيين يتحركوا ناحية الموقع سي. وفعلا بيمشي التلاتة وسط الصحراء، وبيحاول زاك يدور على مكان فيه مية، بس الجهاز بتاعه بيكتشف ترددات غريبة. فبيبص زاك للهيكل العظمي اللي قدامهم وبيلاقي النمل حواليه، وساعتها بيخمن ان النمل بيفرز مادة معينة ودي اللي بتساعده انه يدوب جسم الانسان بالطريقة دي. بس فجأة بيلاقوا عاصفة شديدة جدا بتقرب منهم، فبيطلعوا يجروا بأقصى سرعتهم، ولكن العاصفة بتعدي عليهم والكل بيغمى عليه. وبعد شوية بيفوقوا كلهم، وبيتضايق زاك ان الجهاز بتاعه اتكسر. فبيمشوا شوية لحد ما بيقرروا يرتاحوا في مكان، وبيرشوا اخر بنزين معاهم على شكل دايرة وبيقعدوا جواها. بس ما بيعديش وقت كتير وبيلاقوا كائن ظهر قدامهم تاني، لكن المرة دي وشه بيكون شبه ماجدة بالظبط. فبيتصدموا من المنظر المرعب ده، ولما بيحاول الكائن يقرب منهم مش بيقدر بسبب البنزين. واول ما بيطلع النهار بيصحوا على ترددات جاية من اللاسلكي، فبيحمدوا ربنا انه اشتغل. وبيشوفوا عربية تبعهم جاية من مسافة، فبيتحركوا ناحيتها على طول. لكن بيلاحظ زاك فتحة غريبة، فبيقرروا ينزلوا كلهم يستكشفوها. وساعتها بيفهم زاك انهم في وكر توكو، وبيبدأ يحلل ازاي النمل بيبقى متماسك كده. وبيكتشف ان النمل بيستخدم العظم، عشان كده دايما محتاج للبشر، وبياخد الهيكل العظمي بتاع الانسان وبكمية مهولة من النمل بيقدر يتحكم فيه. وفي الوقت ده بيكون صاحبهم من القاعدة وصل وبيشوف الجثث اللي بره، فبينده عليهم عشان يخرجوا من الفتحة، وبيهددهم بالسلاح لانه مش فاهم ايه اللي حصل، وبيجبرهم يرموا الاسلحة عشان يقبض عليهم. فبيحاولوا يفهموه انهم ما عملوش حاجة. ولما بيقول له زاك ان توكو اللي عمل كده بيسخر منه الراجل، وبيقول له ان في مناجم الماظ هنا واكيد اكتشفوها وموتوا بعض بسببها. فبتحاول ميكي تقرب منه لكنه بيضربها وبيربطهم في العربية. لكن اول ما بيتحركوا بيقدر كارل يخبط الراجل برجله، وبيوقفوا العربية وبيسيطروا عليها، وبيسيبوه مربوط مكانهم وهو مغمى عليه. طبعا المفروض يرجعوا بالشاحنة، لكن زاك بيبقى فضولي جدا وعايز يكتشف طبيعة الكائن توكو اكتر. ولان كارل عايز ينتقم لموت زمايله بيوافقوا الرأي. فبيكملوا طريقهم ناحية اقرب منجم موجود، وبياخد كارل معاه مادة متفجرة، وبيدخل الفريق للمنجم، وبيقدر زاك يشغل الكهرباء. وقتها بيحس كارل بحركة وبيبدأ يضرب نار، وكله بيحاول يهديه عشان يفضلوا مع بعض. بس كارل بيبقى متعصب وبيفضل ورا الكائن لحد ما بيقع قدامه بيكون هيموت.
فبيظهر زاك وبيشتت الكائن وبيبعده عن كارل وبيجري يقف قدام فتحة كده، وده عشان أول ما الكائن يقرب منه يقع على طول. بس المشكلة إن الكائن بيشد كارل، فبيحاول زاك وميكي يلحقوه لكن بيفشلوا. فبيقرر كارل يضحي بنفسه وبيطلع المادة المتفجرة وبيرمي نفسه للكائن، وقبل ما يمشوا بيشوف زاك قلب ملكة النمل وبيفهم إن هو ده اللي بيتحكم في كل حاجة. وساعتها بيلاقوا كمية كبيرة من النمل بيدخلوا المكان، فبتطلب ميكي من زاك يموت القلب فورا. فبيطلع السكينة وبيبقى متردد، لكنه بيستجمع شجاعته وبيضرب القلب فعلا. وفجأة المكان كله بيبدأ يتدمر، فبيخرج الاتنين منه على آخر لحظة. ولما بيطلعوا بيشوفوا إن الراجل اللي ربطوه متاكل تماما وميت. وبعدها بياخدوا العربية وبيرجعوا، وبتقرر ميكي تروح للقاعدة من جديد. أما زاك فبيفضل في الموقع سي لأنهم محتاجين مساعدته. وساعتها الراجل العجوز بيظهر من تاني وبيقول اسم توكو، وده عشان نكتشف إن القلب لسه سليم ومع ميكي في العربية. وهنا بيخلص الفيلم. بيبدأ فيلم إن ذا تول جراس باتنين اخوات اسمهم كارل وبيكي وهم مسافرين بالعربية، وبتكون بيكي مرهقة لأنها حامل. فبيقف كارل بالعربية قدام كنيسة عشان يرتاحوا شوية من السفر، وفجأة بيسمعوا صوت طفل جاي من الحقل اللي قدامهم وبيطلب المساعدة. فبيخرجوا من العربية وبيلاقوا الحقل مليان زرع طويل جدا وصعب إنهم يشوفوا اللي جواه. فبيطلب منهم الطفل إنهم يساعدوه يخرجوه من الحقل لأنه تايه فيه بقاله 3 أيام ومش عارف يخرج. فبيلاحظوا ان صوته قريب وبيدخلوا هما الاتنين عشان يساعدوه. فبتتصل بيكي بالشرطة تحسبا لأي ظرف، ولكن بتلاقي الشبكة ضعيفة، وبتتفاجئ انها انفصلت عن اخوها كارل وهما الاتنين تاهوا عن بعض. وقتها بيفضل كارل ينادي على الطفل وما بيردش، فبينادي على اخته وبيقترح عليها انهم يرجعوا للعربية بتاعتهم ويتصلوا بالشرطة عشان يجوا يساعدوا الطفل ده. فبتوافق بيكي وبتقوله انهم لازم يلاقوا مكان بعض الاول ويخرجوا من الحقل سوا عشان محدش فيهم يتوه. فبيجيلها فكرة انها تغني عشان كارل يعرف مكانها من خلال صوتها، ولكن الفكرة بتفشل ومش بيقدر يلاقيها. فبتقترح عليه انهم ينطوا مع بعض ويرفعوا ايديهم لفوق عشان يعرفوا مكان بعض. وفعلا بينفذوا الفكرة وبيلاقوا انهم قريبين من بعض، ولكن لما بينطوا مرة تانية بتتفاجئ بيكي ان اخوها بعد عنها مسافة كبيرة من غير ما يتحرك من مكانه. فبيتصدموا من اللي حصل وبيفهموا ان الحقل ده فيه حاجة مش طبيعية، وبيطلع ان الحقل عبارة عن متاهة بتنقل الشخص من مكانه من غير ما يتحرك. فبيفضلوا يدوروا على بعض لحد ما الشمس بتغرب، وفجأة بتقابل بيكي واحد اسمه روث وبيعرفها انه والد الطفل توبن اللي هم سمعوا صوته ودخلوا الحقل عشان يساعدوه. فبيقول لها ان هو كمان دخل الحقل عشان يدور على توبن ومراته ناتالي لانهم تايهين. فبيتفقوا انهم يدوروا على اخوها كارل الاول عشان يشوفوا حل للخروج من الحقل. وبالليل بيكون كارل قاعد متضايق وفاقد الامل في الخروج، وفجأة بيجي توبن يتكلم معاه وبيحكي له اللي حصل له، وبيقول له انه سمع صوت حد بينادي في الحقل وبيطلب المساعدة. فقرر يدخل هو وامه ناتالي عشان يساعدوه، ولكن للاسف تاهوا في الحقل ومعرفوش يخرجوا. وبيشرح له ان الحقل ده بينقل الشخص من مكانه من غير ما يتحرك، بس مش بينقل الميتين نهائي وبيفضلوا مكانهم. فبيستغرب كارل من كلامه وبيسأله عرفت كل ده ازاي؟ فبيقول له توبن ان في صخرة كبيرة موجودة في نص الحقل، واول ما لمسها عرف كل حاجة عن الحقل ده، وبيقرر ياخده ليها عشان يوريها له. في الوقت ده بتكون بيكي ماشية ورا روس وبتشوف قدامها ادوية وحاجات واقعة على الارض، وفجأة بتلاقي روس مش قدامها وبتفضل تنادي عليه ومش بيسمعها. بنرجع تاني لاخوها كارل وهو ماشي مع توبن لحد ما بيوصل للصخرة اللي قاله عليها. فبيلمس توبن الصخرة وبيبدأ جسمه يقشعر وبيطلب منه يجي يلمسها. فبيوافق كارل وبيروح عشان يلمسها، ولكن قبل ما يعمل كده بيسمع صوت صريخ اخته بيكي وبيقلق عليها. فبيقول له توبن ان الوقت فات وللاسف بيكي هتموت. فبيجري كارل ناحية مصدر الصوت على امل انه ينقذها. وتاني يوم ترافيس حبيب بيكي بيروح يدور عليها هي وكارل، وبيمشي في نفس الطريق اللي كانوا فيه وبيوري صورتهم للناس يمكن حد يعرف مكانهم، ولكن للاسف مش بيوصل لحاجة
وبيفضل ماشي بالعربية لحد ما بيشوف عربية بيكي مركونة قدام الكنيسة اللي كانت عندها، وبيبان إن العربية مليانة تراب كأنها مركونة بقالها فترة طويلة، مع إن بيكي وكارل دخلوا الحقل بقالهم يومين اتنين بس، ولكن بيطلع إنهم مختفيين بقالهم 3 شهور، وده معناه إن الوقت في العالم الحقيقي مختلف تماما عن الوقت في الحقل ده. وقتها ترافيس بيلاقي كتاب بيكي واقع على الأرض قدام الحقل، فبيستنتج إنها ممكن تكون جوه الحقل هي وكارل، وبيقرر يدخل يدور عليهم. ولما بيحس إنه بدأ ينسى الطريق بيربط الزرع ببعضه عشان يعرف المكان اللي جه منه، وبيكمل ترافيس طريقه وبيفضل ماشي لحد ما بيجي الليل وبيقعد يستريح. وفجأة بيلاقي توبن قدامه وبيقوله أنا عارف إنك جاي تدور على بيكي وممكن أوصلك ليها. فبيستغرب ترافيس هو إزاي عرف كل ده، وبيروح معاه عشان يطمن على بيكي، ولكن بيلاقيها ماتت. فبيفقد الوعي من الصدمة وبيختفي توبن من قدامه، ولما بيفوق بيفضل يصرخ في الحقل وبينادي على أي حد يساعده. وفعلا في طفل بيسمعه من بره الحقل، والمفاجأة بقى إن الطفل ده يبقى توبن من الماضي، وبيطلع إن الحقل ده بيلعب بالزمن وبيربط بين الماضي والمستقبل. وقتها بيدخل توبن والكلب بتاعه عشان يروحوا لمصدر صوت ترافيس، فبيدخل وراه عيلته روس وناتالي وبيتوهوا عن بعض لحد ما بيوصل روس لمكان الصخرة الكبيرة، وبيبان إن في حاجة مش طبيعية في الصخرة دي. وتاني يوم بتوصل بيكي وكارل من الماضي وبيحصل نفس اللي شفناه في أول الفيلم، فبيسمعوا صوت توبن وهو بينادي وبيطلب المساعدة، وبيقرروا إنهم يدخلوا بيتوهوا في الحقل. وبتتكرر كل الأحداث اللي حصلت كأنها حلقة زمنية ملهاش نهاية، ولكن المرة دي بيحصل حاجة مختلفة، وهي إن ترافيس بيسمع صوت بيكي وهي بتغني عشان أخوها يعرف مكانها، فبينادي عليها وبتستغرب إزاي دخل الحقل ده مع إنها كانت سايباه في المدينة قبل ما تيجي هنا. فبيقول لها ترافيس إنه هيشرح لها كل حاجة بعدين. وفجأة بيسمعوا صوت توبن وهو بيقول إن الكلب بتاعه مات، فبيفتكر إن توبن قال له إن الحقل بيغير أي حد من مكانه ما عدا الأموات، فبتجيله فكرة إنه يخلي توبن واقف عند الكلب ويغني، وبالتالي كلهم هيمشوا ورا مصدر الصوت وهيروحوا له لأن مكانه أكيد مش هيتغير. وفعلا بتنجح الفكرة وبيتجمعوا كلهم عند توبن، وبيخمن ترافيس إن اللي بيحصل ده غلط لأن الماضي اختلط مع الحاضر والمستقبل، وده معناه إن كل اللي بيحصل معاهم ده حصل قبل كده في المستقبل وهم بيعيدوه، وأكيد في كارثة هتحصل. وبعد شوية بيشيل توبن عشان يعرف طريق الخروج، وبيقول لهم توبن إنه شايف مبنى قدامهم بس على مسافة بعيدة، فبيقرروا يروحوا المبنى ده وبيمشوا هما الأربعة في الحقل. وفجأة بتيجي مكالمة لبيكي من رقم مجهول، وبيقول لها ما تخليش أخوكي كارل يأذي ترافيس وما تنفصلوش عن بعض عشان ما تكرروش نفس الغلطة اللي حصلت. فبيستغربوا الموضوع ومش بيكونوا فاهمين حاجة، وبيكملوا طريقهم ناحية المبنى لحد ما بتتعب بيكي وبتفقد الوعي. فبيشوفها روس والد توبن وبيجي يعمل لها إسعافات أولية وبتفوق مرة تانية، وبعدها بياخدهم للصخرة اللي في نص الحقل، وبيقول لهم إن الشخص اللي هيلمسها هيعرف طريق الخروج من الحقل. وساعتها بيشوف كارل عليها نقوش قديمة بترجع لعصر الهنود الحمر، وبيستنتج إن الهنود عملوا سحر على الصخرة دي عشان يمنعوا الأعداء يدخلوا أرضهم، واللي كان بيدخل الحقل ده كان بيتوه في حلقة زمنية بين الماضي والمستقبل لحد ما بيموت. فبيقرر كارل يلمس الصخرة زي ما روس قال، ولكن بتيجي ناتالي والدة توبن تمنعه وبتقوله ما يلمسش الصخرة نهائي لأن أي حد بيلمسها بيتحول شرير، وبتنصحهم ما يثقوش في روس لأنه اتحول شرير بعد ما لمسها، وهو اللي خلص على بيكي وكارل لما دخلوا الحقل في أول مرة. فبيهجم عليه ترافيس عشان يديهم فرصة يهربوا، ولكن روس بيضربه وبيمسك ناتالي قبل ما تهرب وبيخلص عليها. فبيجروا كلهم ناحية المبنى اللي شافوه وبيدخلوا يستخبوا فيه، وساعتها بيتكلم كارل وبيقول إن ترافيس هو السبب في كل ده لأنه هو اللي طلب المساعدة وتسبب في إن توبن وعيلته يدخلوا الحقل ويحصل كل ده. وهنا بيبدأوا يتخانقوا مع بعض هما الاتنين لحد ما بيسمعوا صوت روس وبيلاقوه جاي يخلص عليهم هما كمان، فبيهربوا بسرعة وبيطلعوا السطح وبيشوفوا الكنيسة اللي بره الحقل وبيلاقوها قريبة منهم. وقتها بيتزحلق ترافيس وبيكون هيقع من على السطح، ولكن كارل بيمسكه في آخر لحظة وبيكون متضايق منه فبيسيبه يقع، ولحسن الحظ بيكون ترافيس لسه عايش. وفي الوقت ده بيقدر روس يوصل لهم وبياخد كارل أخته بيكي وبيهربوا بسرعة من المكان. فبتلاحظ بيكي إن
ترافيس انفصل عنهم وبتستنتج إنه أخوها عمل في حاجة زي ما الشخص المجهول حذرها في المكالمة، فبتتضايق منه وبتسيبه وبتمشي لوحدها في الحقل. وأول ما بيدخل كارل وراها بيلاقي روز بيمسكه وبيقول له اهرب يا حمادة، فبيطلع كارل يجري بأقصى سرعته على أمل إنه يهرب منه، ولكن روز بيمسكه وبيخلص عليه. وفي نفس الوقت بيقوم ترافيس من مكانه وبيفضل يدور على بيكي لحد ما بيوصل لمكان قريب منها وبيكون سامع صوتها بس مش شايفها، فبيوعدها إنه هيخرجها من الحقل ده بأي طريقة. وقبل ما يكمل كلامه بيوصل روز وبيمسكها عشان يخلص عليها هي كمان، ولكن بتلاقي مقص على الأرض وبتغرزه في عينه وبتهرب بسرعة ناحية الصخرة اللي في نص الحقل. وقتها بتتصل على نفسها من الماضي وبتقول لها ما تخليش كارل يأذي ترافيس وما تكرروش نفس الغلطة، فبتفهم إن هي الشخص المجهول اللي حذرها في الموبايل لما دخلت الحقل تاني مرة، وده معناه إن كل اللي حصل ده اتكرر قبل كده. وبعدها بتفقد الوعي وبيوصل ترافيس لمكان الصخرة وبيلاقيها واقعة على الأرض، فبيجي توبين يتكلم معاه وهو خايف وبيسأله لو في أمل يخرجوا من الحقل ده، فبيحضنه ترافيس وبيحاول يهديه وبيفضل ينادي على روس عشان يخلص عليه ويرتاحوا منه. وفعلا بيجي روس يضربه وبيكون على وشك انه يخلص عليه، ولكن بيكي بتفوق في الوقت المناسب وبتضربه على دماغه، فبيستغل ترافيس الفرصة وبيضربه وبعدها بيخنقه بالأعشاب لحد ما بيخلص عليه أخيرا. وبيتفاجئ ان بيكي ماتت لأنها نزفت دم كتير، فبيقرر يلمس الصخرة عشان يعرف طريق الخروج من المتاهة، وفعلا بيلمسها وبيدخل في جسمه الأعشاب بتاعة الحقل وبيبدأ المكان كله ينور لون أحمر، وبيعرف ترافيس أخيرا طريق الخروج. فبيتكلم مع توبين وبيديله سلسلة بيكي وبيقوله لازم تمنعها هي وأخوها كارل من الدخول للحقل في المستقبل، وإلا كل اللي حصل ده هيتكرر مرة تانية. وبعدها بيخرجوا من الحقل وبيشوف توبين عربية بيكي قدامه وبتكون داخلة الحقل مرة تانية، ولكن المرة دي بيمنعها وبيقول لها ما تدخلش نهائي وبيديها السلسلة بتاعتها عشان تصدقه. فبتتصدم بيكي وبتتأكد انها نفس السلسلة بتاعتها اللي هي لابساها، وبتقرر تاخد اخوها وتوبين ويمشوا من المكان. وهنا بيخلص الفيلم. اتمنى تعملوا لايك وسبسكرايب للقناة، وما تنسوش تعملوا سبسكرايب لقناتنا التانية اياد عبد المنصف اللي فيها كل ملخصات الاكشن والخيال العلمي.